بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم البنات في قناتي، نورتوها وشرفتوها بنوركم. اليوم جيتكم بالوصفة التقليدية الأصلية تاع المطلوع، والله كاين اللي يقولوا له كسرة خمير. المهم نزولا عند طلبات صحاب الفيسبوك، باسكو ديما يشوفوني حطيت لي ستوري وذاك يعجبهم المطلوع تاعي. أي اليوم جيتكم بواحد المطلوع، وصفة تقليدية تاع زمان أصلية لا كيل لا والو، واللي حبت بالكيل تدخل لي فيديو القدم تلقى الفيديو ثم. شوف الله يبارك كيفاه يجي خفيف وبالدقيق برك، لا فارينة لا زيت لا خميرة تاع كاطو لا بيض لا والو. كي نقول لكم أصلية يعني أصلية وبالطريقة التقليدية، دقيق ماء ملح خميرة وفقط. كملوا معايا الفيديو ودوك نشوفوا طريقة التحضير. بسم الله. في قصعة، شوفوا قصعة لا كروانة لا ريسيبيون لا حتى حاجة، لازم لكم قصعة تكون واسعة. الله حطيت الكمية تاعي تاع الدقيق. شوفوا دقيق ما يكون رقيق ما يكون متوسط، الدقيق يكون عادي، فهمتوا؟ ماهوش رقيق هذاك اللي نديرو به المفارمسة، لأنه لو كان ديروه يولي يجيكم معجن، فهمتوا؟ المهم شوفوا درت 3 كيلات. الناس بكريخي كانوا هكذا يكيلوا بيديهم على حسب كرسة الكسرة. أنا لدوك مازالت فيا هذه الطبيعة، هزيتها من عند أمي. شوفوا كيلو 3 كيلات دقيق هكذا بيديكم. ديروا الملح عينكم ميزانكم. شوفوا الملح ما نقدرش نعطيكم مقادير مضبوطة، ولا هنا نجيو للخميرة. شوفوا الخميرة أنا دايما نكيل بهذا المغرفة، مغرفة تاع لاتاي ماشي تاع قهوة حليب. أنا حطيت لكم المغرفة تاع قهوة حليب باه تشوفوا الفرق. في الأول ندير 2 مغارف ونص نتاع خميرة. راني قلت لكم مغرفة صغيرة بركة. شوية سينوج لازم، مطلوع بلا سينوج ماهوش مطلوع. ولم بالماء يكون دافي. شوفوا الماء يكون دافي ماشي بارد، يكون دافي شوية بزيادة. نحلحل هذاك الملح في الماء، نحلحلو قبل مليح مليح، من بعد نخلط الخميرة مع الدقيق وباه نجيب الدقيق للماء. فهمتوني يا خي؟ باه الخميرة ما تتخلطش مع الملح وما تفسدش. لموا العجينة تاعكم والدقيق تاعكم، لموه بشوي بشوي، ماشي تفرغوا الماء ومن بعد تعشيو حاصلين فيه. باسكو لو كان تفرغوه، يعني لو كان ديروا العجينة جارية، من بعد العجين راه ما يتعجن لكمش وما يجيكمش مليح. زيدوا الماء بشوية ولموا بشوية ولموا بشوية ولموا، وخليوا العجينة شوية برك تكون يابسة، ماشي بزاف تعود حجرة من بعد ما تقدروش تعجنوها. شوفوا كيما راكم تشوفوا الماء قلت لكم يكون دافي، راني وصيتكم يكون دافي شوي بزيادة. ولموا العجينة تاعكم بالعقل بالعقل حتى تتلم. وما تنساوش الحواشي، لموا الحواشي تاعكم. هكذا ماشي شرط لهنا تعجنوا، لموا برك. من بعد حطوا العجينة تاعكم، غطيوها بطرشونة لا بلاستيك لا حتى حاجة، غطيوها بطرشونة وخليوها تستراح ساعة ساعتين نورمال. أنا ساعات نبلو على 8 وحتى 10 بين عجنة. ولا هنا بعد ما استراح المطلوع تاعي نجي نعجنو. شوفوا لهنا فرشوا زربية الله على الأرض، حطوا القصعة تاعكم، شمروا على ذرعيكم وابداو اعجنوا. باه نقولكم الكازوج يجيكم خفيف، لا يحب العجين كيما راكم تشوفوا، راه غير بالدقيق، راه ما فيهش الفارينة، لذلك كل ما تعجنوه كل ما يجي مليح. وسي با لا بين تروحوا تحطوه فوق البوطاجي وتعجنوا، ولا تروحوا ديروه في كشمة كروانة ولا ريسيبيون صغيرة ومن بعد يجيكم شي مليح يجيكم معجن تقولوا لي كيفاه. لا لازم لها قصعة واسعة وتحطوا تعجنوا. بالنسبة لطريقة العجن، مع الأول تبداو تقطعوا في العجينة. شوفوا تقطعوا سهل كما راكم تشوفوا، يد تدي ويد تجيب. تحطوا تقطعوا العجينة، تقطعوها باللي بوسة، ما تزيدوا حتى قطرة تاع ما. هكذا تقطعوها. كي تشوفوا العجينة تفتت تعاودوا تلموها، من بعد تزيدوا تقطعوها وزيدوا تلموها. هي رايحة حوالي 5 دقائق وانتم تديروا في هذا العملية. أنا كي نعود نعجن في المطلوع ندنك في الساعة ونشوف 5 دقائق بالتمام. ثم تقطعوا وتلموا، تقطعوا في العجينة وتلموا، باسكو المطلوع كل ما تقطعوه كل ما يجيكم خفيف، وهذا هو سره اللي هو التقطاع قبل ما تزيدوا الماء. فهمتوني؟ كيما راكم تشوفوا اني قطرة تاع ما زدتها. وقت تحبسوا من هذه العملية كي تحسوا العجينة طرات في يديكم، تولوا ما تقدروش تقطعوها، باسكو مع الأول يجيكم تقطع سهل، من بعد كي توليو تعجنوا تولي العجينة شوية عاصية توليو ما تقدروش تقطعوها. كي تشوفوا العجينة تاعكم ولات شوية يابسة وما قدرتوش تقطعوها، ثم زيدوا شوية برك تاع ماء. شوفوا لاني قلت لكم هذا المطلوع لا كي لا والو، عينكم ميزانكم كيما نتاع بكري. اللي حبت المطلوع بالكيل تدخل اللي فيديو القدم، راني حطت لكم فيديو بالكيل والمكاييل.
بعد ما قطعت العجينة تاعي ولميتها ولات عاصية، نولي نزيد الماء بالتدريج، شوفوا بالتدريج بالزغبة 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 حتى تطرى معاكم العجينة. وكي تزيدوا الماء دبزوه العجينة بهذه الطريقة. شوفوا كيفاه راني ندير، نحلها مليح ونطبقها، نحلها مليح ونطبقها، ومن بعد نولي نلمها بكفوف يديا بهذه الطريقة. شوفوا راه كلش موضح، راني ما حبيت نفاصي معاكم والو باه تشوفوا الخطوات كامل. شوفوا راني لحد الآن مازال ما زدتش الخميرة. نزيد الماء بالعقل، راني مانيش نكثر، لو كان تشوفوا كمية الماء راني غير قيس به ندهن يديا برك. نحل العجينة هكذا بهذه الطريقة ونطبقها، نحلها ونطبقها، نحلها ونطبقها باه يجيني المطلوع خفيف. شوفوا كيفاه. نحل ونطبق نحل ونطبق نحل ونطبق وهي رايحة. ومن بعد كي نشوف العجينة تاعي شربت هذاك الماء نولي نلمها بهذه الطريقة بكفوف يديا فقط. ودوك نجيو للمرحلة الثانية. لو كان تتولهو في الماء كي بليت المطلوع درت غير 2.5 مغارف نتاع خميرة، والمغرفة راهي صغيرة. من بعد ما نعجن المطلوع يطرى شوية بين يديا نجي نزيدو الكمية الثانية نتاع الخميرة، واللي هي 3 مغارف صغار. فهمتوا؟ لا ما كثرتش مع الاول لانه من بعد راني رايحة نزيدلو هذيك الكمية نتاع الخميرة. نحلحلها في شويمة ونعاود نعجن المطلوع تاعي بنفس الطريقة الأولى. ندبزو نحلو مليح ونطبق، ندبز ونطبق، نحل ونطبق، نحل ونطبق، ومن بعد نلمو بكفوف يديا. نجيو لكمية الخميرة البنات. شوفوا كي نعودو في وقت الصيف والسخانة بزاف كي نبلوه نديرو مغرفة ونص برك، سمعتوا؟ أما كي نعودو في وقت الشتاء نديرو 2.5 مغارف كيما درت أنا اليوم. وكي في المرحلة الثانية لهنا في المرحلة الثانية في وقت الصيف نزيدو ملعقة ونصف، سمعتوا؟ لأنه تكون سخانة بزاف نزيدو ملعقة ونصف، ماكسيموم 2 مغارف. أما في وقت الشتاء نديرو 3 مغارف كيما راني درت معاكم. فهمتوني؟ وحتى نقولوا فرضا لو دوبليتو الكمية على تاعي أنا، كمية الخميرة ما تغيروهاش، سمعتوني؟ كمية الخميرة ما تغيروهاش، راني وصيتكم. نوليو للعجن. كي نزيد الخميرة شوف ندبز العجينة ونطبق، ندبز العجينة ونطبق، ندبز العجينة ونطبق وهي رايحة. لهنا دوك نولي نزيد الماء، كل ما ينشف الماء من العجينة نزيد الماء. هذه الطريقة شوفوا يجيكم بها واحد المطلوع والله غير خفيف كي الريشة. نلم بكفوف يديا ونعجن، نلم بكفوف يديا ونعجن. على بالي تبان لكم طريقة متعبة شوية، بصح هذه هي الوصفة الأصلية وهذه هي الطريقة الأصلية، وهكذا كانوا يديروه تاع بكري. أنا ملي عرفت صلاحي توجور هذا هو مطلوعي، جامي في حياتي لا بدلت الطريقة. ديفوا هكذا نحب نجرب تاع الفارينة، مي كل ما نجربه ما يعجبنيش، تبقى هذه طريقتي اللي محال نبدلها، وتعلمتها من عند أمي ربي يحفظها وادعوا لها بالشفاء. كل مرة نزيد الماء وندبز، كل مرة نزيد الماء وندبز ونطبقها ونعاود نحلها، نطبق ونعاود نحل، نطبق ونعاود نحل وهي رايحة. كشما ما فهمتوش البنات خليوا لي في التعليقات نجاوبكم على كلش، ولا أروحوا للفيسبوك، صفحتي في الفيسبوك راني نخليها لكم في صندوق الوصف، سقسيوني اللي تحبوا ونجاوبكم بإذن الله على كل حاجة. نعجن بكفوف يديا هكذا. شوف راني خليتها لكم هكذا بالعرض البطيء باه تشوفوا كيف راني نعجن. شوفوا الله يبارك تالمو يتعجن مليح. دير حتى الفقاعات هذوك. واش نوصيكم البنات، العجينة ما تجريوهاش بزاف، فهمتوا؟ يعني ما تفدغوهاش بزاف، زيدوا الماء بشوي 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 وما تزيدوش. شوفوا الماء ماشي تحكموا تديروا كمية كبيرة على ضربة ومن بعد تقولوا صاي، لا السر انه كل ديروا كمية الماء قليلة، باسكو كل ما ديروا كمية الماء راكم تعجنوا، وهذاك العجن هو اللي يخلي المطلوع تاعكم يجي خفيف. فهمتوا؟ سما الماء ماشي تهزوا تفرغوا على ضربة واحدة وتعجنوا على ضربة واحدة ومن بعد تقولوا خلاص، لا زيدوا الماء بالعقل وبشوية بكميات صغيرة باه كي تعجنوا او ميم طون راكم تعجنوا فيه يجيكم خفيف. لهنا المطلوع تاعي بعد ما درت له كمية الماء المناسبة، شوفوا ما يكونش يتلصق،
ما يكونش يلزق في اليدين بزاف، حتى وإذا تلصق يتلصق حاجة خفيفة برك. هنا من قلت لكم الله غالب ما قدرتش نديرو لكم بالكيل، باسكو كاينه وحده طلبته مني بدون كيل. وتاع الكيل اذا حبيتوه ادخلوا قلت لكم الوصفات القديمه. نجي لهنا ندهن القصعه تاعي بالماء، وندهن يدي ثاني ايضا بالماء، ونقسم العجينه تاعي الى قرص صغار. شوفوا لهنا ضحكوا لي على رواحكم، طول حياتي نعجن في المطلوع، جامي جامي لا درت القرص كامل قد قد. توجور نديرو قرصة كبيرة، قرصة متوسطة، قرصة صغيرة، معليش نفوتوها وخلاص. شوفوا قلت لكم نقسم العجينة تاعي إلى قرص صغار، ونبدأ بالقرصة الأولى، نحاول ندخل فيها هذاك الماء اللي دهنت بيه هكذا بهذه الطريقة، ومن بعد ندي نحطها في طرشونة. شوفوا راهي ماهيش تتلصق، وندي نحطها على طرشونة. شوفوا الطرشونة ما تدهنوها ما ترشولها لا فارينة لا سميد لا حتى حاجة، كيما راهي حطوا عليها العجينة. كي تحطوا شوفوا حطوا القرصة الأولى، من بعد كي تحطوا القرصة الثانية عاودوا وليو للأولى وقلبوها. فهمتوني يا أخي؟ باه نتفاداو أنه يلصق العجين في الطرشون. هاني حطيت القرصة الثالثة، نعاود نولي للأولى ونقلبها ونغطيهم. لازم تغطيهم باسكو كون تخليوهم ديركم القشرة الفوقانية. كل ما نحط قرصة نولي اللي قبلها نقلبها، من بعد كي نحطهم كامل نعاود نقلبهم كامل كامل، وساعة على ساعة هكذا اقلبوهم باه ما يلصقولكمش. فهمتوني يا خي؟ كما راكم تشوفوا الطرشون ما دهنتو لا فارينة لا بسميد. من بعدها بعد ما كملت القرص تاعي كامل، نجي نقرص بالقرصة ونقرص بالطرشونة. نفرش الطرشونة تاعي، نحط القرصة ونقرص مع الأول بكف يديا، نعقب الكف تاع يدي على كامل القرصة. ولو كانت تتبلهوا لهنا البنات، انا كل ما نقرص القرصه كل ما نحلها شويه نقلبها، كل ما نحلها شويه نقلبها، نغطيها بالطرشونه ونقلبها ليه باه ما يلزقليش العجين في الطرشون. فهمتوا؟ لذلك قلت لكم ما ديروش الفارينه والدقيق. اولا العجينه ماهيش جاريه بزاف لذلك ما يلصقش، ثانيا راني كل مره نقلبها ولا هنا نتفادى انه يلصق لي نهائيا. بالنسبه لطريقه التقراص بصبع يديكم برك، مع الاول ديروا بالكفوف مشيو العجينه كامله، ومن بعد وليو ديروا بصبع يديكم على الحواشي، ما تمسوش النص نهائيا، غير مع الاخر برك. كي تعودوا رايحين كي تشوفوا رواحكم خلصتوا القرصه، شوفوا عقبوا هكذا على النص بيديكم تعقيبه خفيفه برك، ما ترقوش في النص باسكو لو كان توليو ديروا في النص يولي يجيكم في النص رقيق وفي الحواشي يجيكم خشين. وكل مره نقلب القرصه تاعي باه ما تلصقليش في الطرشون. وشوفوا انا نحب المطوع يكون رقيق، ما نحبوش يكون خشين بزاف، باسكو لو كان ديروه خشين راه يجيكم معجن. هذا السمك راه مثالي رائع، ما كان لا ديرو خشن ولا رق. هكذا نقلب القرصه تاعي وندي نحطها. شوفوا انا دائما ندير مايده صغيره هكذا، نفرش عليها طرشونه الاولى، من بعد نحط فوقها قرصه المطلوع، هذيك القرصه تاع المطلوع نزيد ندير فوقها طرشونه واحده اخرى، ونزيد نحط القرصه الثانيه. شوفوا باه تفهمون، بين كل قرصة وقرصة تاع مطلوع ندير طرشونة، ليه باه ما يلزقليش. وهذوك الطراشن راهم كمية الماء الزايدة اللي في المطلوعة راهم يشربوها. شوفوا بين كل قرصة وقرصة ندير طرشونة، من بعد غطيوه أنا دايما نغطيه بالسجادة، غطيوه بكشمة زربية ولا المهم غطيوه باه يدفى، حطوه توال الفرن ولا كشمة بلاصة دافية وخليوه يخمر. كيف تعرفوه خمر؟ شوفوا كي تحطوا صباعكم المطلوعة تولي تطلع. شوفوا كيف خمرت، خليوه يخمر. شوفوا رانا في وقت الشتاء، انا يدي لي حتى نص ساعة. نجيو للطياب، انا طياب ما نعرفش نطيبوه بنقولها لكم دائما طيبوا لي ماما. تجيب اللوحة تاع حطب هكذا كيما نقولوا احنا كونتر بلاكي، توجور مدايرينها سبيسيالمون للمطلوع، تهز فيها المطلوعة وتلوحها في الطاجين. بالنسبة للطاجين كي تحطوا المطلوع تاعكم يخمر انتوما شعلوا عليه وخليوه يسخن. راه فاتني الفيديو شويه بالنسبه لطريقه الطياب. كي تلوحوا المطلوعه يا اخي تتنفخ، يديروا هذوك الفقاعات اثقبوهم ما تخليوهمش، باسكو من بعد كي توليو تقلبوها ومن بعد كي تقلبوها هذوك الفقاعات يتحرقوا، ومن جهه اخرى كي توليو من بعد تقطعوه يجيكم فارغ من داخل وما يجيش مليح هكذاك. هذوك الفقاعات اثقبوهم، من بعد قلبوا المطلوعه تاعكم وباه تجيكم حمراء حركوها هكذا، حركوها كل مره دوروها وتجيكم حمراء تسخن. كما راكم تشوف طيبها ساهل ماهل، يعني ما لقري ساهل ماهل، بس انا ما نعرفش نطيبه والله غالب. من بعد نجي نحوشي المطلوعه تاعي على الطابونه برك هكذا من تحت،
كما كانوا يديروه ناس بكري. قلت لكم وصفة أصلية هزيتها من عند أمي وجامي والله جامي لبدلت الوصفة. ولا هنا ثاني البنات ملاحظة، كي طيب المطلوعة تاعكم مباشرة حطوها في طرشونة وغطيوها باه تطرى، فهمتوا؟ لأنه مع الأول كي تعودوا طيبوه مع الأول تبان لكم بلي القشرة راهي جات يابسة، وهو لا راه مليح. بالعكس ديروه في طرشونة وخليوه حتى يبرد، يدفى شوية والله يبرد راكم تلقاو هذيك القشرة طرات مرة. كي يبرد جيو اقسموه وقطعوه ويجيكم خفيف 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 يسخف، لأنه كل كان تقطعوه وهو خشين راه يجيكم شوية يبان لكم معجن. كيما أنا لهنا خليته برد ومن بعد قطعته لكم. نتمنى إن شاء الله هذا الوصفة تكون عجبتكم، ونتمنى ثاني من قلبي أنكم تجربوها، واللي طلبوها مني نطلب منكم تديروها كيما أنا لبيت لكم طلبكم وصورتها لكم ودرتها لكم، نتوما ثاني لبيوا لي طلبي وجربوها، واللي تجربها وتنجح معاها تبعث لي في الفيسبوك وتوري لي الصور. وذوك ما بقى لي غير نقول لكم إلى الملتقى بحول الله، وما تنساوش تجربوا هذه الوصفة وتردوا لي بالخبر. متأكدة ومتأكدة إنها تعجبكم 100%. شوفوا الله يبارك كيفاه تجيكم خفيفة. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. إلى اللقاء.